اهلا وسهلا متابعتي الوفيات، اتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله جيتكم فيديو جديد دائما في اطار ديال المعسلات ديال رمضان. جيتكم بحلوه ديال زمان اللي هي البليغه. كتجي زوينه بزاف، هشيشه ومعلكه كتذوب في الفم بمقادير بساط اللي كيكونوا موجودين في اي دار. نتمنى ان شاء الله انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم باش ان شاء الله تعم الفائده. يلا دائما في المقادير عندي نص كيلو ديال الزنجلان محمر، عندي واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه، عندي 250 غرام ديال الزبده ديال لي بواط مذوبه، وعندي هنا كاس كبير ديال الطماطر، يعني 250 مليلتر ديال المزهر. يعني هاد القريعه كامله يعني كتهز كاس كبير اللي هو 250 غرام. هكذا كندير هاد الزبده مذوبه، كنزيد هاد الكاس ديال المزهر، وكنزيد الدقيق دابا بالتدريج. الدقيق كنبقى شويه بشويه. هاد العجينه ديال البليغات ما كتكونش قاصحه بحال ديال الشباكيه، يعني هذه كتكون واحد شويه مرخوفه باش تجي بنينه وتجي هشيشه. الا درتو العجينه قاصحه من الاول غادي تجيكم هاد البليغه قاصحه ما تجيش هشيشه. كما كتشوفوا يعني كنجمعها هكذا بالاطراف ديال الاصابع ديالي، يعني نبقى نزيد الدقيق حتى كتنجمع ليا العجينه. كما كتشوفوا صافي العجينه ديالي صافي تجمعات معايا. هنا بعد ما صافي جمعت العجينه دابا كنسرحها. انا هنا نسيت باش نسرحها بين زوج ديال الاكياس بلاستيكيه باش ما تلصقليش في هكذا في سطح العمل، لانه كتكون العجينه شويه مرخوفه. كنبدا كنسرح كما كتشوفوا هنا، راه هذه رونجاتني يعني بدات كتلصق لي في هذا في السطح ديال العمل. هو انا بعد ما سرحتها كنقطعها هكذا بالجراره، اولا تاخذوا واحد القطاعه على شكل مربعات اولا دوائر، يعني باش ديرهم قد قد. هو هنا يعني وحده كتبان معكم مزيان. كما شفتوا قطعنا بعد ما قطعنا مربعات كنقصوا هكذا باش يعطينا هذا الشكل ديال البليغات. دائما الجهه اللي كتكون في الاسفل هي اللي كنلصقوها، يعني ما هذه نديرو بحال شكل هكذا دي كورني صغار. هادو هما اللي غادي نعمرهم بالشوكولات. انا غادي نبقى هكذا حتى كنكمل الكميه ديالي كاملين. غندير جوج ديال الشكالات كذا الشكل ديال البليغه. غادي نحمر شويه ديال اللوز يعني حتى كطيب وكتقلى في الزيت وكطيب، وكنعسلها عاد كندير لها اللوز في الجنيبات. وهادو اللي بحال الشكل ديال الكورني كندوب بالشوكولاته الكحله اولا البيضه، وكديروها في واحد البوش اولا داك بوش جوطاب، وكتبقاو كديروها في ديك الحفيرات اللي فيها، ودردروا عليهم شويه ديال البيستاش اولا شويه ديال اللوز مهرمش. هو انا هنا يعني غادي نديرها بين زوج ديال اكياس بلاستيكيه باش تبان لكم مزيان.
غادي نبقى حتى كنكمل الكميه ديالي كامله، وكنبدا نقليها في واحد الزيت تكون سخونه مزيان والنار مهيله، يعني باش تحمر معايا مزيان. نبقى كنحرك فيها حتى كطيب كامله، ونطفيها في العسل ونحطها تستخضر. لانه انا داك الفيديو من بعد ما جيت نشوف يعني واش حطيت الفيديو ديال ملي كنا كنقليو ونعسلوها، يعني لقيت داك الفيديو ما كاينش، ولكن الطريقه يعني بحالهم بحال الشباكيه اولا المقروط. يعني الطريقه ديال القليان باينه، النار تكون مهيله والزيت تكون سخونه سخونه مزيان، ونبداو كنقليو وحنا كنحركو. نتمنى ان شاء الله انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير، واللي زار القناه ديالي لاول مره نتمنى ان يشترك معايا بالضغط على زر الجرس اللي كيكون اسفل الشاشه. ما تنساونيش بلي لايك والتعليق البناءه ديالكم، وبارطاجيوه مع الحباب والصحاب ديالكم فضلا وليس امرا. الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.